كلنا هنحافظ عليها. فكان قبول الناس ما شاء الله كان حاجه جميله جدا، وكانوا بيدعمونا، كانوا لنا بارك فيكم يا شباب والكلام ده كله. طيب ناخد بقى اهدافكم السنه دي في الموسم الثالث يا سهيله. يعني لو اتكلمنا عن امسك لسانك، امسك لسانك تعبير احنا في امس الحاجه ليه دلوقتي. لو كل واحد بس يقول لنفسه قبل ما يقول لغيره امسك لسانك، بيتهيألي حاجات كتير قوي ممكن ما تحصلش. زي ما انت عارفه طبعا الفاظ خارجه كتير قوي بقت موجوده في الشارع المصري، يعني شتايم وسلوك غريب احنا مش متعودين كده. فبتقولوا امسك لسانك لمين؟ وهدفكم من الحمله كلها ايه في الجزء ده؟ احنا عايزين بس نتكلم في امسك لسانك ان ما ينفعش يعني نبطل شويه حكايه سامعني لا ده شفت حصل مش عارفه ايه، نبطل شويه الكلام ده وشويه الاشاعات اللي شغاله في البلد. ده اول حاجه احنا عايزين نتكلم عنها، ان ما ينفعش كل حاجه تطلع فجاه مش عارفه ايه اللي حصل تقوم حاصله بعديها مجزره مش عارفه ايه. نبطل شويه الاشاعات. حاجه تانية اللي هي فعلا بالنسبه للشتايم، احنا الموضوع السياسه كمان دخلت حاجات كتيره قوي يعني في سلوك الفرد عادي بقى خلاص. يعني في حاجات كتيره قوي دخلت على المجتمع بتاعنا قوي دلوقتي. فاحنا عايزين شويه نبطل الشتايم، الالفاظ الخارجه كتير قوي اللي بتحصل، الاشاعات، اي حاجه من الحاجات دي. فاحنا نازلين في الحمله الحته دي عايزين نركز عليها جامد قوي عشان اللي بيحصل بعديها. طيب برضو عايز اعرف من محمد، ليكم مجموعه من القيم الجاده المحترمه اللي فعلا جديره بان احنا نهتم بيها ونتكلم عليها النهارده. يعني بتتكلموا عن الملكيه العامه، تقصدوا ايه بالملكيه العامه؟ وازاي ممكن تبسط لنا المفهوم بحيث ان انت لما تنزل الشارع توصل لكل واحد الملكيه العامه دي بابسط الطرق؟ تقول ايه النهارده عن الملكيه العامه؟ هو ابسط طريقه او ابسط تعبير عن الملكيه العامه هو لو انا في بيتي او انا في اوضتي، انا مقتنع ان الاوضه دي بتاعتي فانا بحافظ عليها. اولا ما بسمحش لحد ان هو يعني يتعدى عليه، بمعنى ان هو يعني ما ينظفهاش او يعني يسيء ليها او يعني يعمل فيها مثلا افعال او حاجات انا ما اقبلهاش. وانا ثانيا انا نفسي ما بعملش الافعال دي، وبحاول بقدر الامكان طول ما انا عايش في الاوضه دي او في المكان ده بحافظ عليه. فبالتالي بقى لو عملنا الفكره شويه عن الوطن او مصر مثلا كلها، الناس كانت فاقده شعور. يعني انا بمشي في الشارع مثلا كان ممكن اكل كيس شيبسي او اكل اي حاجه وارميه في الشارع، خلاص لان انا مقتنع 100% ان الشارع ده مش بتاعي اصلا، ما يخصنيش يعني. تمام. لكن لو كل واحد فينا عمل نفس الفعل طبعا البلد بتبقى يعني مليانه مقالب زباله. فلا كل واحد فينا اقتنع بالظبط ان الشارع ده بتاعي زي البيت بالظبط، وانا بستفيد منه واختي بتستفيد منه واخويا وعيلتي واصحابي كلنا، فكلنا لازم ما نرميش في الشارع. طب محمد، بتعملوا حملات التوعيه دي فين بالظبط؟ هل مثلا بتخشوا المدارس والنوادي، الاماكن اللي فيها مجموعه كبيره من الشباب، الطلاب، الاطفال كمان، تحاولوا توعوهم؟ وبعدين فكره مثلا زي ما انت قلت ان الواحد ممكن يعني ياكل حاجه ويرميها في الارض، دي ممكن يعني تكون فكره ليها علاقه شويه بالسن اللي هو الصغير. بتصور يعني ان لو حد كبير يعني ناضج كده محترم ما اعتقدش انه المفروض يقوم بفعل زي ده. هو بيحصل طبعا، انا معاك، ولكن لازم نزرع ده في اولادنا. فبتلعب على شريحه برضو سنها صغير، بتبدا من فين؟ تمام. هو هي كده هنرجع لفكره يوتوبيا او النشاط الطلابي، قايمه تقريبا كلها على نشر الاخلاقيات للطلبه الصغيرين في سن اعدادي. يعني بناخد المرحله العمريه من اولى وثانيه وثالثه اعدادي، لان ده تقريبا اكتر سن ممكن يتاثر فيه ويقتنع بسرعه. فالسن ده لما بنروح له بنوعيه وبنفهمه ازاي يتصرف بطريقه اخلاقيه في كل موقف حياته. وبطبيعي يعني بطبيعه الامر بيبقى من ضمن المواضيع الملكيه العامه. فمن هو صغير بنكلمه في الملكيه العامه. طبعا ده يعني تقريبا يعني اسمه توسع راسي، يعني ان انا بمسك الطالب او مجموعه الطلبه اللي في الفصل او في المدرسه دي مجموعه اخلاقيات او بدرس لهم ازاي يتعلموا. مثلا لو التوسع الافقي بقى اللي هي حمله اصحاب مكان، انا طبعا مش هقدر اوصل لكل طلبه مصر اكيد، وفي نفس الوقت عايز اللي كبر ده ما ينفعش اسيبه كده، لازم بس ادي له لمحه، لان هو خلاص سنه كبير، فلو وعيته مره او خد باله مره ممكن يبطل على طول. طبعا الاستجابه اكيد بتكون برضو مختلفه حسب المرحله. فدي بتبقى هدف الحملات اللي هي هدف زي اصحاب مكان. طيب خلينا نروح لهدف تاني رائع من اهدافكم، وهو الضحك. ليكم فلسفه خاصه بيكم في الضحك. احنا يعني ملاحظين الفتره الاخيره الناس بقت كشريه قوي يا سهيله، ممكن تبقي ماشيه في الشارع تلاقي حد متضايق وزعلان، مع ان رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام بيقول تبسمك في وجه اخيك صدقه. فلسفتكم في الضحك بتقول ايه؟ احنا عايزين فلسفتنا ان احنا يعني شويه مش لازم ان اللي يضحك في وشك يبقى عايز حاجه منك. يعني مش لازم اول ما تلاقي حد بيضحك في وشك تقول له انت عايز ايه، او تبقى خايف او متضايق منه، او في الاخر بتقول له مجنون. في الاخر لو لقيت انه مش عايز حاجه فهو مجنون.
فاحنا شويه عايزين لا مفيش مشكله ان انت تنزل مبسوط، مفيش مشكله ان انت تنشر الموضوع ده لو حصل لك حاجه. حياتنا اليوميه مش كلها سعيده ومش كلها فيها احداث كويسه، بس مفيش مشكله لو دخلت حاجه في النص او تعاملت مع حد كويس. الحاجات دي يعني اي حاجه ان انت تعملها في النص، انت حتى تبتسم او تتكلم كويس، دي اكيد يعني هتغير حاجات كتيره قوي يعني احنا عايزينها دلوقتي. طيب محمد، التحرش لو اتكلمنا عن التحرش يعني ما بقاش ظاهره ولا بقى مشكله عاديه كده بتواجهنا، بل بالعكس بقى جريمه بكل المقاييس. اضفتوا ايه؟ ازاي حاولتوا ان انتوا توعوا الناس اكتر؟ يعني ايه الجديد اللي قدمتوه؟ يمكن شفنا اكتر من حمله واكتر من مبادره الفتره اللي فاتت بتحاول تتصدى لمشكله التحرش، لكن يعني بالتاكيد كان ليكم اضافه او حاجه مختلفه. هي فكره او يعني جريمه التحرش احنا بننظر فيها يعني على حاجتين، ان احنا بنشتغل على الولد والبنت. اهم حاجه اللي احنا عايزين نوصله في الحمله ان البنت اصلا مش مشاركه باي طريقه من الطرق في اتمام التحرش، او يعني ان هي مش سبب خالص في انها تتحرش، يعني لا سلوكها ولا لبسها يتيح لي ان انا اتحرش بها على الاطلاق. فانا بوجه يعني خطاب اول للولد او يعني للرجل او للمتحرش، يعني ما ينفعش تقال لي راجل اصلا. ان حضرتك دلوقتي انت لو راجل ما ينفعش تبقى رد فعل، بمعنى انت لو شايف بنت نفترض ان انت هتقول يعني سلوكها مش كويس او حاجه زي كده، او هي ماشيه بطريقه ما مهما هي عملت، ده ما ينفعش يديك الحق ان انت تتعدى عليها او تتحرش بيها. البنت طبيعي انا بشتغل على نقطه واحده بس، اللي هو لازم تقتنعي ان ده حقك، ولازم تبلغي، ولازم تواجهي التحرش وتصرخي، اللي هو ما ينفعش تعدي الموقف، ولازم انا كولد كمان ارفع عنك الحرج، والمجتمع يشيل الحرج عن البنت، وان هو يعني يبقى عادي ان يبقى في تحرش وفي قضيه وفي متحرش يتقدم للمحكمه وهكذا يعني. اخيرا يا سهيله، اخر نقطه اتكلمتوا فيها هي التعبير عن الراي. يمكن يعني عفوا، التعبير عن الراي حق مكفول لاي انسان، كل واحد من حقه ان هو يعبر عن رايه بمنتهى الحريه، بس بشرط واحد، انك يعني حريتك دي ما تتعداش على حريه الاخرين، وان اختلافنا ما يوصلناش في الاخر خلاف. ممكن تعبر عن رايك باي شكل من الاشكال بدون ما نوصل لخلاف. اتكلمتوا ازاي عن النقطه دي؟ احنا اتكلمنا فيها ان احنا لازم كل واحد مع التاني شويه، مش لازم تقول ان يعني مش لازم توقف كل واحد تقول لا بطل تتكلم، لا اسكت انت مش فاهم. يعني عايزين شويه ندخل اللي هي مفيش مشكله ان هو يتكلم، بس ما دام ما بيأذيش حد خلاص مفيش مشكله. يعني دي الفكره بس. ردود الافعال كانت اخبارها ايه؟ شفتوا الناس بتستجيب ازاي؟ ويعني هل في حد كان بيرفض فكره المشاركه او يحاول ان هو لا مش عايز اسمع او مش عايز اعرف انتوا بتقدموا ايه، ولا كان في نسبه كبيره جدا من الناس بتحاول تسمع وتشارك معاكم؟ كان في الاثنين، يعني حتى لما اول سنه احنا نزلنا فيها كان لا الدنيا كانت كلها بعد الثوره في حماس كبير قوي عند يعني مش الشباب بس، عند كل الناس. الناس كلها عايزه تغير، الناس كلها عايزه البلد تبقى احسن. في لما تنزلي لا في ناس ربنا معاكم يا جماعه، طب لا انتوا بتعملوا ايه، طب احنا ممكن ننزل ولادكم معانا، ولادنا معاكم. كان في حاجات كده من دي كتير قوي، بس في كان العكس برضو، لازم يبقى في النقيض. لا انتوا ايه اللي بتعملوا ده، انتوا شايفين البلد عامله ازاي، طب روحوا اعملوا لكم حاجه مفيده. طب ما اراء مختلفه ومتناقضه. ممكن نكون بنتكلم معاهم برضو ان احنا نحترم رايهم مفيش مشكله، ونقنعهم براينا احنا بنعمل كذا عشان كذا يا جماعه. لا احنا مش نزلنا المترو عشان نقول لا اطلع من الباب، ده مش اوامر، احنا عايزين بس احترام نظام بس. يعني النظام في كل حياتنا مش لازم في المترو بس. اكيد. فكانوا بيقنعوا شويه يعني. ومره في مره طبعا بتبقى الاستجابه كمان، يعني نسب الاستجابه بتكون بالتاكيد احسن وافضل كل مره. محمد، كلنا بنحلم ان احنا نعيش في اليوتوبيا او في المدينه الفاضله. مصر ممكن فعلا تكون يوتوبيا؟ هو مش مستحيل، يعني هو حلم يوتوبيا طبعا هي المدينه الفاضله الكامله من كل حاجه. يعني الطريق مثلا البيئه مثلا تكون نظيفه، او الافراد او البشر او الشعب اللي عايش في المدينه دي هيكون طبعا اخلاقي ما بيغلطش خالص تقريبا. فدي لو حاله بيور احنا بنحاول نقرب ليها، اكيد مش هنوصل، يعني ممكن ما نوصلش للحاله الايدل بتاعتها، لان مفيش بلد في العالم ما فيهاش اخطاء. فاحنا هنحاول نوصل لها، وفي اسس وفي دراسات وفي ابحاث وفي قواعد ممكن نمشي عليها واحده واحده، اخلاق منصوص عليها. يعني في حاجات منصوص عليها، احنا مش بنتكلم في الكلام الارتجالي، ده كان مدروس وكان احنا درسناه في كورس قبل كده، فيعني الموضوع مش بعيد. طيب يمكن يا محمد كل واحد فينا بيكون جواه الخير والشر، بس عايز احيانا حد يوجهه للخير، حد ياخد بايده وحد يساعده.
ازاي ممكن تقوموا بالدور ده، لان ده هدف رئيسي من اهدافكم. ازاي كمان ممكن يعني تكسروا حته الانتقام، او ان اي حد يكون شايف ان يعني ده عمل فيا الموقف الفلاني وبالتالي انا هحاول ان انا اخد بطاري او انتقم. ازاي ممكن تتخلصوا من اي حاجه ليها علاقه بالشر وتدفعوا للخير دايما؟ هو يعني انا عايز بس يعني اقول ان بلدنا فيها حملات زينا كتير، فيها شباب كتير ناوي فعلا يعمل خير. فاللي هو اللي هيدور على الخير يعني يعمل سيرش، يبحث، هيلاقي ناس زيه فكروا قبليه واشتغلوا ومستنيينه يجي معاهم. فهي الفكره مش يعني في بلدنا مش صعبه ان انت تلاقي حد بيفكر ان هو ينشر الخير، فده موجود. بالنسبه ان انا لو عايز انتقم او حاجه زي كده، طبعا هو الانتقام طبعا شيء غلط، بس هو انا طبيعي لازم اخد حقي. بمشي بقى في القواعد الطبيعيه يعني او الاسس الطبيعيه او يعني القانونيه بطريقه مشروعه اكيد. تمام. يعني لو هنتكلم عن التعبير عن الراي، يبقى انا اول حاجه لازم اقول ان انا ليا حق، واقوله عند مين واقوله ازاي. فانا هعبر عن رايي براحتي، ولو نفترض ان الطرف الثاني اللي انا شايفه هو اللي غلطان هيعبر عن رايه، ولو وصلنا لمحكمه او قضيه مش مشكله يعني. بس المهم هنا بقى نتكلم عن التراجع عن الراي اللي انتوا حطيتوه في الموسم الثالث بتاعكم. تمام. خلينا نروح مره ثانيه لسهيله. اكتر الصعوبات او المشاكل اللي بتواجه كل فريق العمل وكل القائمين على المبادره تعتبر ايه يا سهيله؟ ممكن اكتر حاجه لو ما فيش استجابه، دي ممكن تبقى اكتر حاجه بتواجهنا، ان انت بتعمل بس حاسس ان الناس مش عاجبها اللي انت بتعمله او مش هيتاثروا بيه. طب قبل ما وقتنا يخلص لازم تدينا تفاصيل عن الحمله بتاعتكم. هتكون من يوم 27 يناير وحتى يوم 31 يناير. مده التطوع هتكون 4 ساعات مقسمه على 5 ايام في الاسبوع، هتكون من 11 صباحا وحتى 3 عصرا. ايه اللي هيتم بالظبط بقى في الفتره؟ بالظبط ممكن محمد هو اللي يقوله لك بالظبط. تمام. هو يعني احنا لما اتكلمنا عن ال5 قيم، هنحاول ننشر ال5 قيم ب3 طرق في اليوم الواحد. اول حاجه هنبتديها في اول يوم من الساعه 11 هنبتدي سلسله. السلسله طبعا يعني مجموعه شباب واقفين وماسكين يافط بتحمل القيم دي او جمل بتعبر عن القيمه اللي احنا عايزين نوصلها للناس، فالناس اللي ماشيه بتلفت انتباهها الجمل. تاني حاجه ان احنا نتكلم مع الناس مباشره، يعني بعد ما نخلص السلسله هنتجمع وهيبقى في قائد لكل مجموعه مثلا 5 أو 6، يعني هيبقى في ناس ماشيه في الشارع، يعني مش هيوقفوهم، هيتكلموا معاهم ويستاذنوهم طبعا يتكلموا، ونوعيهم بالقيم اللي احنا بنتكلم عنها. يعني اخر حاجه هيتعمل فلاش موب، اللي هو يعني هنعمل زي تمثيل صامت للموقف او للقيمه اللي احنا بنتكلم عنها. التمثيل الصامت يعني بيبقى مدي مثلا زي انطباع او بيلفت الانتباه. جديده دي يا محمد المره دي. يمكن التمثيل الصامت مش منتشر قوي. خليني اعرف منك اخيرا، لو اي حد من مشاهدين او من شبابنا عجباه قوي الفكره وحابب ان هو ينضم معاكم ويشارككم، ممكن يوصل ازاي لمبادره اصحاب مكان؟ مبادره اصحاب مكان هي ليها ايفنت على الفيسبوك بالعربي اصحاب مكان، ولينا البيج بتاعت اصحاب مكان برضو، ممكن يعمل سيرش اصحاب مكان بالعربي هيلاقي البيج. وكان في رقم تليفون بس انا بصراحه يعني عن طريق النت هيكون الوصول سهل جدا للمبادره والقائمين عليها، او تويتر هتلاقي اصحاب مكان وهيلاقينا ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. يعني ما فيش خلاص ايام وتبداوا الحمله وتبداوا المبادره ان شاء الله. كل التوفيق ليكم ولكل زمايلكم في المبادره. شكرا ليكم، بتمنى لكم ان شاء الله مزيد من النجاح. مشاهدينا هنفضل نستمع حضراتكم دايما على مدار ساعه كامله على الهواء. للاسف وقتنا خلص، يا رب تكون الفقرات كلها عجبتكم. ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الخميس من داخل معرض الكتاب. خليكم دايما معانا على شاشه النيل الثقافيه. شكرا لكم، باي باي.